ومن الأسباب لهدم الأسر والبيوت ما يسعى إليه بعض الذئاب البشرية من المراسلات. كم تجد من بعض الرجال أغناه الله كان مزوجا ولديه الأولاد ولديه الأسر ولا يزال في هذا المستنقع القبيح، وهي المراسلة لأمور النساء عبر التواصلات في الواتس وغيره. يا معشر الرجال، لديكم أعراض وبنات وأخوات وخالات وعمات. يا أيها الأزواج، لديكم بنات وأخوات، فليتق الله الرجال وليراقب الله الرجال. ربما بعضهم بسبب المراسلات طلق زوجته بسبب أنه غير مقتنع، يسمع له بعض الرسائل من قبل بعض من لا يخاف الله من النساء، فربما ضيع أمر الزوجة ولم يبالي بها. وهكذا تجد بعض النساء ربما جاءت لها ذئاب بشرية بالمراسلات والمحادثات والاتصالات، فأصبحت ربما تدخل في هذا المستنقع. يا إخوة، إن هذه المنابر مكانتها عالية وكبيرة، ولولا ما تأتيني من الأخبار من بعض الأزواج والزوجات مما يشكو بعضهم من بعض ومما يستشيرني بعضهم إيش أفعل، رأيت الزوجة كذا. وربما بعض النساء صارت تنظر إلى الزوج يدخل في هذه المستنقعات. هذا بلاء هدم الأسر، هدم البيوت، ضيع المجتمعات. حافظوا على أنفسكم معشر المسلمين. يا معشر الشباب، إن الدخول في الرذائل هذا مستنقع خطير وباب مستطير، من دخله أدخل على نفسه الفقر وأدخل على نفسه الهم والغم، وأوقع نفسه في حبائل الشيطان واستزلته الشياطين وندم على فعله وما يدري بأي خاتمة يختم الله له. حافظوا معشر الأزواج، حاربوا هذه الرذيلة وهي المراسلات التي قد تكون بين الرجال والنساء. يا معشر الشباب، بعضهم يأتي يتصل الاتصال في آخر الليل، فإن أجابت امرأة وإلا قال عفوا أنا غلطان. يا عبد الله، الله يراه، الله يسمعه، الله مطلع عليه. حافظوا على المجتمع، حافظوا على الأسر.